موقف لا أستطيع أن أنساه. كنت أسير في طريق وفوجئت أن خرج علي أخ جلي حمادة، وارتمى في الحضن يقبل ويبكي، وأنا طبعا وهو في حضني أنا مش شايف هو مين ده، ولكن تفاعلت معه. أخ بيسلم ويفلت ويحضن تاني ويفلت ويحضن تاني، وبعدين بص لي كده قال لي انت مش فاكرني؟ فبصيت له كده وقلت له لا. هو حضرتك مين؟ فكرني. فرجع لورا. نسيتني؟ انا قلت له والله يعني معلش فكرني. فجلس في الارض يبكي بحراره وينتحب. نسيتني؟ انت مش فاكرني؟ انا فلان كنت معاك في ابتدائي واعدادي. حقيقي احنا فصلنا زمان كان 64 تلميذ في الفصل، كان منهم تقريبا 24 محمد ولا 14 اسمه محمد، وكنا شله كده، يعني يبدو ان هو منهم بس انا مش فاكر. عمال استجمع ذاكره السنين. شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وعمال يرجع له مثلا 70 80 سنه عشان يفتكر، ما فيش. اجيب منين يا ناس؟ وعمال افكر فيه مش جايبه. والراجل كل ما يحس يبص في عينيا كده يلاقيني مش فاكر، يزداد اشتعالا في البكاء واجهاشا في البكاء. فمديت ايدي اوقفه مش عايز يقف. حقيقة انا بقول لكم دلوقتي يمكن حد بيضحك وحد بيبتسم، بس انا بتمالك نفسي بالعافية. وتصوروا معايا الموقف. عمال يقول انت نسيتني؟ انا اتنسي؟ يبدو ان احنا كنا اصحاب قوي. يقول ان هو كان بيديني نص السندوتش. فانا مش فاكر ايه الموضوع، بس رجعت الفندق وانا متاثر جدا بهذا الموقف. وقعدت افكر، بس مش افكر في الشخص عشان اجيبه، لكن على طول هجمت على ذاكرتي ان الله قد ينسى عبده. شغلتني، عارف، وكأن في مطرقة نزلت فوق دماغي، ان لما واحد حس ان صاحبه او حد قريب منه نسيه. والله كلمة ايه؟ يقول لي ذبحتني ذبحتني. فما بالك اذا شعرت ان الله نسيك. ايه ده؟ هو ممكن ربنا ينسى حد؟ في 3 مواضع في القرآن 3 أسباب لنسيان الله لعبده. السبب الأول نسوا الله فنسيهم، والسبب الثاني وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. أن ينسى الإنسان اليوم الآخر. والسبب الثالث أن ينسى الإنسان شرع الله والقرآن. قال سبحانه وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسى.